عززت المملكة المغربية موقعها المحوري داخل المنظومة القارية بانتحابها مجددا لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بعد حصولها على تأييد واسع بلغ 34 صوتا، متجاوزة بذلك عتبة الثلثين، وذلك خلال الاقتراع الذي جرى ضمن أشغال الدورة العادية 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الخطوة التي يواكبها وفد مغربي رفيع يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، في سياق التحضيرات المكثفة للقمة 39 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد المزمع عقدها منتصف فبراير الجاري، مما يعكس ثقة الدول الأعضاء في الدور الفاعل الذي تطلع به الرباط داخل هذا الجهاز التقريري الدائم المعني بصون استقرار وتدبير النزاعات في القارة. ويستند هذا الاستحقاق الجديد إلى رصيد دبلوماسي تراكمي بنته المملكة منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، حيث سبق لها شغل هذا المقعد الوازن في ولايتين سابقتين 2018-2020 و2022-2025، وهو ما يكرس التزام المغرب المستمر بتسخير خبرته الدبلوماسية لتعزيز بنية السلم والأمن في إفريقيا.